إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكر لكم حديث قدسي، وهو من الأحاديث القدسية الشريفة، وهو حديث عجيب وعظيم، ويبين الله سبحانه وتعالى لنا فيه محبته لعباده. الأحاديث القدسية تأتي في الدرجة الثانية بعد كتاب الله تعالى. يقول الله عز وجل فيه: انظروا إلى واسمعوا إلى محبة الله لعباده، كيف أن الله تعالى يحب العباد ديالو ويريد لهم الخير، وليس له غرض بأن عبده يدخل، بأن عبد من عباده يدخل النار. لا، الله سبحانه وتعالى يريد لنا جميعا الدخول إلى الجنة، والله تعالى يحبنا محبة عظيمة. انظروا إلى كلام الله، وهو حديث قدسي. يقول الله عز وجل فيه: إني أنا والجن والإنس في نبأ عجيب، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتودد إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. من أقبل علي منهم، شوف الله تعالى شو محبته من أقبل علي منهم ناديته من قريب: إلي يا عبدي لماذا تعصيني؟ إلي يا عبدي فهل لك ربا غيري حتى تعصيني؟ إلي يا ربي، إلي يا عبدي فهل لك ربا غيري. من أقبل علي منهم ناديته من قريب: إلي يا عبدي فهل لك ربا غيري. ومن أدبر عني ليجري مني ناديته من قريب: إلي يا عبدي. أهل ذكري أهل زيادتي لئن شكرتم، وأهل شكري أهل زيادتي لئن شكرتم لأزيدنكم، وأهل طاعتي أهل محبتي، وأهل معصيتي لا أقنط من رحمتي، لا أجعلهم ييأسون من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب. ثم قال الله تعالى: الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف وقد أزيد، والسيئة عندي بمثلها وقد أعفو. ثم يقول الله عز وجل: رحمتي سبقت غضبي، وعفوي سبق عقوبتي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وأنا أرحم بعبادي من رحمة الأم بولدها. ما شاء الله. هذا الحديث يجب علينا أن نحفظه كله وأن نطبقه في حياتنا، وهذا يحتاج إلى تفسير. فتفسير هذا الحديث يمكن الإنسان يبقى فيه 1 ساعة شرح الحديث، لكن الوقت الآن لا. مرة أخرى إن شاء الله نحاول ما أمكن باش نشرحوا هذا الحديث الشريف، وما علينا إلا أن نحفظه ونعمل به. وهذا الحديث حتى نعرفوا ونفهموا بأن كيف المحبة الله لعباده. يقول في الحديث آخر الحديث: وأنا أرحم بعبادي من رحمة الأم بولدها. ما شاء الله. استودعكم الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.